أحمد الجمال مراسل الحياة هناك. اتفضل يا أحمد. نعم نوران، معنا الآن اللواء أركان حرب سماح قنديل محافظ بورسعيد يطلعنا على الأوضاع الأمنية في بورسعيد ونسبة التصويت بالأمس، والوفد الأجنبي الذي زار بورسعيد فجأة اليوم يطلعنا على هذه التفاصيل. اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، تفضل يا فندم. الو. ايوه، احنا اهلا بحضرتك معانا وصباح الخير. يعني عايزين فعلا ان احنا نتابع مع حضرتك سير الاستفتاء اليوم والوفد الامريكي اللي بيزور بورسعيد النهارده للمتابعه. هو الحمد لله احنا طبعا اليوم يعني ان شاء الله يبقى احسن من امبارح كمان، رغم ان امبارح كان يعتبر احسن يوم. احنا نسبه الاستفتاء عندنا امبارح النسبه التقديريه وصلت حوالي 41% من اجمالي عدد الناخبين. طبعا زي ما قلنا قبل كده ده كان عرس الديمقراطيه وزغاريت الستات في الشوارع وهتافات وعربيات متعلق عليها لافتات بتمر، حاجه الحقيقه فرح من الافراح اليوم الشعب المصري. بالنسبه للوفد الاجنبي ده، هو الحقيقه مش وفد احد منظمات الدوليه، ودي معاها تصريحات دي هو بس حصل لبسه. ده بيؤكد ان عناصر التامين كلها الحقيقه متيقظه ومتيقنه من اوضاعها ومن عملها وبتنفذ. بنبلغوا بعض على طول اول ما كان في ناس من اجانب، لكن لما تم دفع عنصر امني تاكد ان لهم تصريح وتم مرورهم على اللجان طبقا للتعليمات طبقا للتوجيهات، والحقيقه ما فيش مخالفه تمت ولا حاجه الحمد لله. مروا وتاكدوا ان الامور يعني على احسن ما يكون وانطلقوا. اللي انا باكده وان شاء الله النهارده انا متاكد ان النسبه هتفوق ال 41% بتاعت امبارح. يعني النهارده ان شاء الله في نهايه اليوم هنصل باذن الله ليس اقل من 85%، وده انا اعتقد انها نتيجه كويسه ان لم يكن اكثر من ذلك كمان ان شاء الله. سياده اللواء، كان في امبارح اي مظاهرات او مظاهر للشغب او للعنف عطلت الاستفتاء؟ الحقيقه بورسعيد بامانه يعني ووسائل الاعلام كلها موجوده لم تتواجد اي مظاهر لا العنف ولا الشغب. كل اللي حدث انه كان في حوالي 10 بلاغات وهميه وطلعت كلها سلبيه عن طريق الحمايه المدنيه عن اجسام وحاجات زي كده. لما طلعت الحمايه المدنيه عاجلا عشان تفحص هذه البلاغات، ال10 بلاغات الحمد لله كلها كانت بلاغات وهميه وكاذبه. ما كانش في حدث غير عارض او غير طبيعي، لانه كان في 2 منقبات في مدرسه القناه الارضيه بيوجهوا الناخبين، ودول تم التنسيق مع السيد مستشار رئيس المحكمه واستبعادهم فورا وتعيين بدلا. عدا ذلك 100 لجنه بورسعيد، 98 لجنه عاديه و2 لجنه المغتربين بيؤدوا اداء يعني عالي جدا من الساعه 9 الصبح حتى الساعه 9 مثلا توقيت اغلاق اللجان. زي الاستعداد النهارده بالليل لنقل الصناديق سياده اللواء؟ ان شاء الله باذن الله. طبعا الفرز هيبقى في اللجان الفرعيه، وده هتستمر عناصر التامين في اوضاعها حتى نهايه الفرز، وهتصاحب الساده اعضاء الهيئه القضائيه من اماكنهم حتى اللجان الرئيسيه بالظرف بس دون اخذ الاوراق، بالظرف بس اللي هيكون في نتيجه الفرز. وهيصاحب السيد القاضي او الساده الهيئه القضائيه عنصر تامين كافي عشان يامنوا حتى وصوله الى اللجنه وتسليم الظرف بتاعه اللي في اللجان. ان شاء الله لن يتدخل عنصر ملوش علاقه بالموضوع ابدا في هذا الموضوع، وهيبقى الفرز تحت سيطره الساده الهيئه القضائيه وباشرافه ودون تدخل اي فرد ملوش علاقه بالموضوع. في تسهيلات سياده اللواء للمواطنين يعني في اماكن العمل تسمح لهم بالذهاب متاخرا قليلا او الخروج بدري شويه علشان يتمكنوا من التصويت؟ يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا طبعا ده بيبقى تسهيل. يعني هو التسهيلات الاول احنا عملنا نوع من الضيافه كده الكريمه للناخبين في اماكن اللجان، عباره عن بونبوني وحاجه ساقعه صغيره كده بحيث الناخبين لو الطوابير طالت شويه يبقى في حاجه يعني يغير بيها ريقه. بالنسبه للاخوان الموظفين والعاملين، انا اعتقد ان في كثير جدا من مدير الشركات والمديرين يعني مشوا نسبه امبارح قد تصل الى 50% بدري شويه، والنهارده بدلوا النسبه اللي تواجدت امبارح بالخارج النهارده متواجده في العمل، ويبدلوا الناس بحيث يبقى في فرصه الناس كلها تلحق الاستفتاء قبل الدنيا ما تضلم. وده اللي كان مخلي نسبه الاستفتاء او الاقبال على الاستفتاء كان عالي جدا في فترات لغايه الظهيره، ان كل الناس تقريبا امبارح يعني بنسبه عاليه الحمد لله كانت متواجده. التبديل هنلاقيه النهارده وان شاء الله بنفس الاطار. انا تواجدت الصبح حوالي الساعه 7 وربع كده، مريت على اللجان ووجدت الناس في طوابير قبل انتظام اللجان وقبل حتى قدوم الساده اعضاء الهيئه القضائيه عشان يفتحوا الصناديق. موضوع الصناديق الحقيقه امبارح امنا تماما، وخدنا تمام بالغلق ومحاضر الغلق وقع عليها الساده الهيئه القضائيه، ضابط الشرطه ضابط الجيش اللي موجود، وختم القاضي الصناديق بختمه، ثم هو اللي فتح النهارده هذا الصندوق بايده عشان يتاكد ان الختم سليم،
انه مفيش اي عبث تم في الصناديق، كل حاجه كانت عمليه مؤمنه جدا. تمام، شكرا جزيلا للواء أركان حرب سماح قنديل محافظ بورسعيد، وشكرا طبعا للزميل أحمد الجمال مراسل تلفزيون الحياة في بورسعيد. إذا عرفنا أنه 41% ممن يحق لهم التصويت في بورسعيد فعلا توجهوا للإدلاء بأصواتهم أمس، و30% نفس النسبة بالنسبة للإسكندرية. وأرجع لحواري دلوقتي مع الأستاذ صلاح عيسى الكاتب الصحفي. إذا